الأهلي كبير وعقابه غير. الأزمة اللي هزت السوشيال، إمام عاشور الغائب عن رحلة تنزانيا. اتنشر الخبر واتقال عليه كلام كتير، لكن الأحمر يرد. إمام عاشور خرج واعتذر رسميا للنادي الأهلي وجمهوره، وقال إنه مر بوعكة صحية قوية وحابب يوضح الحقيقة كاملة، وإن الأهلي هو بيته وجمهوره سند وظهر. والأهم، في قلب الأزمة دي ظهر قوة الأهلي الحقيقية. سيد عبد الحفيظ، رجل التتش اللي اتعامل بحكمة وقيادة ما يشوفها غير الكبار. ووليد صلاح الدين اللي دايما بيثبت إن الأهلي منظومة كبيرة قبل أي اسم. وبعد الأزمة نزل الكلام الرسمي: الإدارة واضحة، النادي فوق كل شيء، والولاء للقلعة الحمراء هو القانون الأول. وكمان في الخلفية اللي حصل قبل كده مع تعاقد إمام عاشور مع وكيل أعمال آدم وطني كان سبب توتر ومفاوضات طويلة، والأهلي كان مصر إنه يمشي بطريقة واضحة وصارمة في العقد. فالسؤال اللي مولع الترند: الأهلي أقوى من أي أزمة؟ ولا عاشور لازم يثبت نفسه من جديد؟ اكتب رأيك الحار في الكومنت.